بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بيكم في الدرس الثاني. معانا حل الواجب بتاع الدرس اللي فات، ده الحل بتاعه موجود زي ما شرحناه. نبدأ في الدرس الثاني بتاعنا بتاع النهاردة إن شاء الله. الدرس اللي فات يعتبر ما كانش درس، هو كان بس تهيئة أو مقدمة عن النسبة علشان نكون عارفين نتعامل مع النسبة بتعريفها بشكلها ونعرف يعني ايه نسبة في العموم. الدرس الأول أو البداية الفعلية للمنهج بتاعنا السنة دي هتكون عن درس التناسب. التناسب هو تساوي نسبتين أو معدلين على الأقل. معناه ايه الكلام ده؟ لو جيت أعمل كيكة مثلا في البيت، بقول أنا بستخدم 8 بيضات لكل 2 كوب دقيق. ده معدل. معناه ايه؟ ان انا بستخدم كميتين من نوعين مختلفين عن بعض تماما، بقارن بينهم. ممكن اختصر 8 على 2 هتكون 4 على 1، وهنا بيتحول معايا لو المقام في النسبة 1 لحاجة اسمها معدل النسبة. فممكن اكتبها بالشكل ده، اقول 4 على 8 هياها 1 على 2. فانا عندي هنا النسبة الاولانية اللي هي 4 على 8 بتساوي النسبة التانية اللي هي 1 على 2، فده تساوي بين نسبتين او معدلين. أول حاجة عندي بيقول لي إذا كانت الكميات A و B و C و D كميات متناسبة. طالما قال لي عندي إن الكميات اللي موجودة عندي دي هي كميات متناسبة، فأنا بستنتج من الكلام ده إن الأول على التاني بيساوي التالت على الرابع، وأقدر أكتبه بالشكل ده: A على B بتساوي C على D. تعال ناخد مع بعض المثال بالأرقام مش بالرموز. بيقول لي 3 و4 و6 و8 كميات متناسبة. هقول له طالما هي كميات متناسبة يبقى الأول على التاني هيساوي التالت على الرابع، يبقى 3 على 4 بيساوي 6 على 8. نبدأ نخش في الحاجة الأهم شوية ونعرف حاجة اسمها خاصية الضرب التبادلي. ايه خاصية الضرب التبادلي اللي موجودة عندي؟ بيقول لي في أي تساوي بين نسبتين نجد أن حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يعني ايه يا مستر؟ أنا مش فاهم. تعالى نرجع للمثال اللي احنا كنا واخدينه. 3 و4 و6 و8 هي كميات متناسبة. رقم 3 ورقم 8 دول رقمين موجودين على الحرف، بسميهم الطرفين. لو جيت ضربتهم في بعض، 3 في 8 هلاقيهم ب24، واجي اضرب الاتنين اللي في النص اللي هم اسمهم الوسطين، 4 في 6 برضو ب24. حاصل ضرب الطرفين اللي هم هلاقيهم عندي في النسبة دول بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى إذن أنا عندي تناسب طرفين 3 و8، هاجي أضربهم في بعض هلاقيهم ب24. في الوسطين اللي هم 4 في 6 هلاقيهم برضو ب24. وطالما حاصل ضرب الطرفين ساوى حاصل ضرب الوسطين، يبقى انا عندي بين النسبتين اللي موجودين معايا تناسب. اول مثال معايا بيقول لي حدد اي من ازواج النسب التاليه يمثل تناسبا. اول حاجه مديني نسبتين وعايز اشوف في بينهم تناسب ولا لا، وانا علشان اعرف ان اذا كان في تناسب ولا لا هعمل ايه؟ هاخد الخاصيه بتاعت الضرب التبادلي واشوف هل حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. لو لقيتهم متساويين اذا في تناسب، لقيتهم غير متساويين كده انا ما عنديش تناسب. تعال نشوف.
هضرب الطرفين. 6 في 8 ب48، واضرب الوسطين. 3 في 10 ب30. هل الاتنين متساويين؟ لا يا مستر مش متساويين، يبقى إذن الزوجان لا يمثلان تناسبا، مفيش بينهم تناسب. تعالوا نشوف المثال التاني. 12 على 15 و8 على 10. لو جيت ضربت الطرفين اللي هم 12 في 10 هلاقيهم ب120. ولو جيت ضربت 8 في 15 هلاقيهم ب120، هلاقيهم قد بعض. إذن هلاقي بين الزوجين دول في تناسب، يبقى الزوجين دول متناسبين مع بعض. نيجي على المثال التاني اللي معانا، بيقول لي حل كلا من التناسبات الآتية. هو هنا قايل لي النسبتين، ادي نسبة وادي نسبة بينهم تناسب. هو عايز ايه؟ قال لي 4 على 12 بتساوي 20 على اكس. انا عايز اعرف الاكس دي عندي بكام. هقول له بما ان انا عندي تناسب بين النسبتين، يبقى اذا حاصل ضرب الطرفين هيساوي حاصل ضرب الوسطين. اضرب 4 في اكس ب4 اكس بيساوي، اضرب 12 في 20 هلاقيها ب240. بقت معادلة عادية معايا. طالما انا عندي مجهول اسمه اكس، بقسم دايما على اللي مضروب قدامه. هقسم هنا على ال4 واقسم هنا على ال4. ال4 دي هتروح مع ال4 دي فيها الواحد. 4 على 4 فيها الواحد. 4 240. بعد ما اختصرت لقيت ان الاكس عندي طلعت ب60. المسألة التانية اللي معايا بيقول لي 4 على 7 بتساوي اكس على 35. حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. دايما انا لما باجي اضرب بحب ابدا في الناحيه اللي فيها اكس. اضرب 7 في اكس ب7 اكس بتساوي 4 في 35. 4 في 5 ب20، صفر ومعايا الاثنين. وال4 في 3 3 في 4 ب12 و2 14. بقت معادله عاديه معايا. دايما بقسم على اللي قدام اكس. هنا 7 يبقى اقسم الناحيه دي على 7. طالما عملت حاجه ناحيه الشمال اعمل نفس الحاجه ناحيه اليمين. 7 على 7 فيها الواحد، يعني ال7 دي هتروح مع ال7 دي فيها الواحد. اتفضل معايا اكس. 140 على 7 فيها ال20، يبقى الاكس طلعت معايا ب20. المثال الثالث معايا هنا بيقول لي 3 على اكس ناقص 3 بتساوي 12 على 8. دايما انا بحب قبل ما ابدا ابص على النسبه اللي معايا. هل ينفع ان انا اختصرها ولا ما ينفعش؟ ينفع يا مستر ان انا اختصر هنا. لو قلت 8 على 4 فيها الاثنين، و12 على 4 فيها الثلاثة، فالنسبة الجديدة اللي عندي بقت 3 على الاثنين. في بينهم يساوي، اذا حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. المسألة الأول أخلي شكلها الجديد بعد ما اختصرت معايا كده. 3 على إكس ناقص 3 بتساوي 3 على الاتنين. أضرب حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. 3 هضربها في القوس ده كله إكس ناقص 3. يا مستر أنت ليه حطيتها في قوس؟ علشان لما أجي أضرب هضرب التلاتة مرة في الإكس ومرة في السالب 3 فما تهش. بيساوي الكلام ده كله الناحية التانية اللي هم الوسطين. 3 في 2 2 في 3 ب6. أكمل. التلاتة اللي بره القوس دي هضربها مرة في الإكس ومرة في التلاتة. 3 في إكس ب3 إكس موجب في سالب بسالب. 3 في 3 ب9. الكلام ده كله بيساوي 6. بقت معادلة عادية معايا، وأنا علشان أحل المعادلة دايما بتخلص من اللي جنب الإكس. أنا اللي جنب الإكس عندي هنا ال9.
اوديها عند الستة بس بعكس الاشارة، كانت هنا سالب هتروح هناك موجب، يبقى 3 اكس هتساوي 6 وتسالب 9 تروح هناك بعكس الاشارة تبقى موجب 9، يبقى 3 اكس بتساوي 15. اقف لحد هنا؟ لا، دول 3 اكس ب 15، انا عايز الاكس الواحده. قلت لك دايما ان احنا بنقسم على اللي قدام اكس، يبقى هقسم هنا على التلاتة واقسم هنا على التلاتة. 3 على التلاتة فيها الواحد، و15 على التلاتة فيها الخمسة، اذا الاكس عندي طلعت ب5. نخش على المسألة الرابعة. 40 على 2 اكس بتساوي 5 على 7. حاصل ضرب الطرفين هيساوي حاصل ضرب الوسطين. 2 اكس هضربها في 5 يبقى 5، واحط 2 اكس في القوس، الكلام ده بيساوي 7 في 40، الصفر ينزل، والاربعة في 7 ب28. اضرب 2 في 5، دايما ما يكون عندي ارقام ورموز بضرب الرقم في الرقم، والرمز مفيش رمز تاني يبقى ينزل زي ما هو. 2 في 5 ب10، اكس بيساوي 280. اعمل ايه؟ بقت معادله عاديه، دايما اقسم على اللي قدام اكس، لان دول 10 اكس ب 280، فانا اقول له انا عايز اكس واحده اقسم على اللي قدامها اللي هو 10، وطالما عملت حاجة ناحية الشمال أعمل نفس الحاجة ناحية اليمين. هنا قسمت على 10 يبقى أقسم هنا على 10. 10 هتروح مع ال10 فيها الواحد، 280 على 10 الصفر يروح مع الصفر، هتفضل 28، يبقى إذا الإكس بتساوي 28. مسائل التناسب هي مسائل مهمة جدا في حياتنا، بنعرف إن احنا نطبقها دايما في المشاكل او الظروف اللي بتقابلنا. دايما يا اولاد الرياضه هي مش مسائل بس بتتحل على الورق او شويه الغاز بنحلها، لا، الرياضه بتتحول معانا من اهم او بتكون من اهم فروع الرياضه المتخصصه في حل مشاكلنا اليوميه. ناخد مثال على التناسب في الحياه بتاعتنا اللي احنا بنقابلها كل يوم. تستهلك سيارة 3 لترات من البنزين لقطع 33 كيلو متر، فكم لترا تحتاجها من البنزين لقطع مسافة 121 كيلو إذا سارت بنفس المعدل؟ يعني أنا عندي 3 لتر من البنزين بستهلكهم علشان أمشي 33 كيلو متر، أنا حطيتهم على شكل نسبة فوق بعض. الكلام ده مفروض ان انا بمشي بنفس المعدل، وانا عايز امشي مسافة 121 كيلو، وانا معرفش انا هستهلك قد ايه من البنزين، فمفروض هنا نقط انا معرفهاش، فانا هفرض ان اسمها اكس، يعني حاجة انا معرفهاش. دايما المسائل اللي هي الكلامية اللي هو بيديني كلام فيها، لو انا حولتها بشكل مظبوط لمسائل الرياضية بحلها صح. هو هنا بيقول لي ان انا عندي 3 لتر، كل 3 لتر العربية بتستهلكهم بتمشي قدامهم 33 كيلو، انا ما اعرفش علشان امشي ب 121 كيلو هستهلك قد ايه بنزين. طالما خليت ال3 لتر فوق يبقى المفروض عدد اللترات يبقى قصادها الناحيه الثانيه، وطالما انا عندي 33 كيلو في المقام يبقى ال 121 في المقام. كده اتحولت لنسبه وتناسب. اقدر اقول ان حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. 33 في اكس ب 33 اكس، الكلام ده هيساوي 3 في 121 ب 363. اعمل ايه يا مستر؟ اقسم دايما على اللي قدام اكس، اللي قدام اكس 33، اقسم هنا على 33، وطالما قسمت هنا على حاجه اقسم على نفس الحاجه. 33 هيروح مع 33 هيتفضل اكس. 363 على 33 هلاقي فيها ال11، يبقى الاكس 11، معنى كده ان السياره تستهلك 11 لتر من البنزين لتسير مسافة 121 كيلو متر. عايزين نشوف التمثيل البياني للتناسب. مديني جدول بيقول لي الجدول التالي يوضح المسافة بالكيلومترات
التي تقطعها سيارة. مثل بيانيا العلاقة بين المسافة والزمن، ثم حدد ما إذا كانت المسافة بالكيلو متر متناسبة مع الزمن ولا لا. مديني رسم بياني، مديني جدول وعايزني أرسم رسم بياني وأطلع منه هل في تناسب بين الزمن بالساعة والمسافة بالكيلو متر ولا لا. على الخط الأفقي كتبت الزمن بالساعة، وعلى الخط الرأسي كتبت المسافة. في أول ساعة مشيت 70 كيلو، في الساعة التانية مشيت 140 كيلو، الساعة التالتة مشيت 210 كيلو، الساعة الرابعة مشيت 280 كيلو. لو جيت اوصل النقط ببعض هلاقيهم على مستقيم واحد بيمر بنقطة الأصل. إذن العلاقة البيانية اللي موجودة عندي بتمثل تناسبا. يبقى أنا علشان أعرف إذا كانت العلاقة الموجودة عندي دي بتمثل تناسبا ولا لأ، لازم أن يكون في شرطين. أول حاجة إن النقط تكون على استقامة واحدة. الشرط الثاني ان النقط الموجودة على الخط دي تكون بتمر بنقطة الاصل. ايه هي نقطة الاصل؟ هي النقطة اللي بتكون موجودة في النص هنا، مشتركة بين المحور الافقي والمحور الرأسي. لحد هنا بنكون وصلنا مع بعض لنهاية الدرس الاول في المنهج الجديد بتاعنا. اتمنى ان احنا نكون زي ما اتفقنا مع بعض، معانا كتاب المعاصر، معانا كشكول بنحل فيه، معانا الادوات بتاعتنا جاهزه. الادوات برضو اللي هنحتاجها يكون معانا آلة حديثه. ان شاء الله هعمل فيديو ازاي نستخدم الآلة بشكل صحيح وبشكل منظم وبشكل علمي. اتمنى ان انتوا تحلوا تمارين رقم 1 في كتاب المعاصر، واستناكم ان شاء الله في الحصة الثانية لشرح الدرس الثاني. اشوفكم ان شاء الله على خير.